لوبيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا انا ما اي حد عارفنا عارف عيش ماما ومخبوزات ماما عامله ازاي. بجد يا جماعه خطيره، هي كده كده عملتهم معاكم اصلا على اليوتيوب لايف. بس بجد خطير، يعني انتوا لازم تجربوه بجد. هي عملت العيش وانا عملت الخلطه اللي جوه العيش على طول. بجد كان طعمها وشكلها تحفه، يعني انتوا شايفين اصلا الحلاوه، حركه الفحم المعروفه واللي بتدي شكل وطعم للاكل. يا جماعه بجد بجد تحفه، يعني مفيش احلى من كده. كان حرفيا بيطز وبيلز وكان بيعمل كل حاجة حلوة. تعالوا بقى نخش على الوصفة. هنا معايا فلفل رومي، طبعا انتي ممكن تحطي برضو معاها فلفل الوان، بس انا ما كانش عندي بصراحة يعني. وجبت بانيه وقطعته ترباع كده زي ما انتم شايفين. وبعدين جيت على الطاسة، نزلت البانيه كله وشوحته شوية من غير ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. وبعدين لما لونه اتغير كده حطيت الفلفل، وحطيت شوية بهارات باربيكيا وفلفل وملح وسبع بهارات وكل حاجة. بعدين حطيت صوص الباربيكيو، ده لا غنى عنه في اي اكله، بجد تحفه. شايفين التحفه الفنيه يا جماعه؟ بجد تحفه. هنا بقى الصوص، حطيت باربيكيو وكاتشب، انا الحاجات دي بجيبها من عند العطار. وحطيت مايونيز. بجد يعني زي اللي عند العطار، هي برضو اللي بتتباع مستورده عادي جدا. هنا بقى جينا عشان نعمل السندوتشات الخطيره. جماعه بجد كانت تحفه، دي ممكن تعمليها في اي عشاء ليكي او فطار كمان عادي جدا. هنا بقى اول حاجه انا عملتها، حطيت الصوص. انت اي صوص انت بتحبيه حطيه، انت ممكن تحطي باربيكيو لوحده وكاتشب لوحده عادي، بس احنا عشان بنحب الاتنين مع بعض. وحطيت الكابوتشا وحطيت الشاورما. انت ممكن طبعا تحشيها اي حاجه، ممكن سوسيس، ممكن سجق، اللي انت بتحبيه اعمليه. بعدين حطيت موتزاريلا على الوش. يعني يا جماعه ريحتها اصلا كانت طالعه، هي اول ما طلعت كده من الفرن بجد كانت تحفه. ولا حلاوه العيش وطعمته بجد خطير. هي عملت منه اسمر للدايت، وعملت منه ابيض عادي للناس العاديه اللي ما بتعملش دايت زينا كده، اللي بتاكل في اخر الليل. المهم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا لما مهما اتكلمت على حلاوته وخطورته، بجد يعني انتوا كده كده شايفين حلاوته. اهم حاجه الموزاريلا يا جماعه، عشان هي اللي بتدي طعم كده. بصوا، هو انا جربت بصراحه احطها هنا، وانا فعلا حطيتها هنا بس طلعت مش نافعه خالص وحرقت لي العيش من تحت. فانا لحقت نفسي وشلتها على طول، وحطيتها في صينيه كده في الفرن تاخد بس وش الموزاريلا تسيح. وطلعت في الاخر يا جماعه شكلها رهيب بجد، شكلها تحفه. انا وانا واقفه بصور اصلا كنت هموت واخد الصينيه كده في حضني واروح اكلها كلها بجد. اتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش بقى في كل جديد لايك وسبسكرايب. يلا باي باي.